أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان. النهاردة معاكم أخوكم سلطان، تالت حلقة من حلقات ما هي سهلة وبسيطة أهي، مع رزباية حكاية بيري كوستاريكا. فاسرح بخيالك شوية وهنرجع لك ونقول لك بنعملوها ازاي. اكشن. ورجعنا لكم تاني مع ما هي سهلة وبسيطة مع سلطان. وفليفر النهاردة هيبقى بيري كوستاريكا. بيري كوستاريكا احنا تعبنا عشان نعمل الفليفر ده. هو موجود شبهه كتير بس عشان هو بسيط احنا عملناه. فاحنا بنحب الفليفرات الكلاسيكي كده اللي هي مش كتير فليفراتها وما تبقاش مكلفة في نفس الوقت. هم 4 فليفرات بس هتستمتع بالتجربة. انت معاك بافاريان كريم، معاك بلو بيري اكسترا، معاك ستروبري، معاك فانيليا كاستر. فاضرب الخلاط ده في دماغك وبص هنا كده هتلاقي التفصيصه بتاعت الفليفر نازله. عشان لو حبيتوا تعملوها طبعا وهتسيبوا لنا رايكم في الكومنتات. نعملوا الطبخه بقى عشان زي ما احنا متفقين انها تبقى سهله وبسيطه وسريعه. الموضوع مش صعب. معانا جليسرين، معانا برمولين، معانا نيكوتين، معانا السنجلات بتاعتنا والنسب بتاعتنا. كل ده هتلاقوه طبعا. نجيبوا ايه؟ نجيبوا البيكر بتاعنا زي ما اتفقنا 100 مللي. هنعملوا الطبخه دي 60-40. هناخدوا 60 بتوعنا الجليسرين، تيجي نطبخ فوق ازازه. بص الموضوع سهل. ال60 بتوعنا اقفلوا الازازه عشان الراجل ورا الكاميرا ده بيقعد يزعق لي ويشاور لي وبتاع. فماشي كده. فاضل النيكوتين اهو. هنحط ال3 نيكوتين. طبعا النيكوتين هنسحبه بالسرنجه 3 سنتي. كده نيجوا لايه؟ للبيري كوستاريكا. كوستاريكا طبعا انا مش هحكي لكم عن دوله كوستاريكا عشان دوله كوستاريكا دي انا ما قريتش عنها خالص، يعني قليل قوي لما بشوف عنها افلام بقى وقصص. فخلينا في دي. البيري كوستاريكا هناخده مثلا فانيليا كاستر وستروبري وبلو بيري اكسترا وبافاريان كريم. ودلوقتي بقى نحط السنجلات بتاعتنا. هناخده البافاريان كريم، هناخده 4 مللي. نسحبه بالسرنجة بتاعتنا 3 مللي. ونسحب مللي كمان. طبعا السرنجة مش هتستعملها على الفليفر اللي جاي. هناخده بلو بيري اكسترا 5%. دي نسبة عالية برضه عشان البلو بيري تستطعم بيها. وبعد كده هنضيفوا شوية ستروبري كده ايه نطعمه بيهم. 4.5 يعني زي ما مع شوية فانيليا كاستر. خمسة ونص.
كده مع البيكر يا جماعة اهو. بصوا ممكن فوكس على 100 مللي. هنكمل ال100 اللي فاضلين برولين. نجيبوا الازازة بتاعتنا نفضوا فيها واو. طبعا رجتنا الجميلة أهم حاجة. طبعا أي فليفر هنقول لكم عليه بتبقى تجربة شخصية مننا. بنجتهد عشان نعمله فليفر جديد أو بروفايل جديد، فبنحاول رأيكم يبقى مهم لينا. فاللي هيجرب مننا أي ريسبي بنقولها لكم في أي حلقة من حلقاتي أو من حلقات السوقي، فقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، هل عجبتكم هل ما عجبتكوش. زي ما انتوا شفتوا عملنا الفليفر بيري كوستاريكا، جربه هيعجبك. فليفر مختلف شوية ولذيذ يعني. في اهم حاجة انت بتطبخ دايت، يعني انت بتطبخ لنفسك، يعني انت اللي هتفيد، يعني انت اتجهت الطريق ان انت عايز حاجة اكتر امان فطبخت. فبعد اذنك لما تشتري ليكويد خامات داي، اشتري خامات من مصادر موثوق فيها. في كتير جدا خاماتهم كويسة، مش شرط حد بعينه، انما اتأكد من الخامات اللي انت بتجيبها، الجريسلين او البروبلين او النيكوتين او الشطات، من مصادر موثوقة عشان انت اللي بتبينها. دي اهم حاجة. تاني حاجة، النهاردة الراعي الرسمي للحلقة فليفرلاند، والحمد لله لتالت حلقة على التوالي برضه فليفرلاند راعي الحلقة معانا، والحمد لله دينا مستمرين. ويا ريت اللي جرب بروفايل شبهه يسيب لنا تحت هنا كده في الكومنتات يقول لنا ايه الدنيا. واللي هيعمل الفليفر ده يقول لنا برضو انا هعمل الفليفر ده، عشان نستنى رأيه بعد كده في الكومنتات. وانتظرونا في الاسبوع الجاي.